العيال زهقوني كل يوم عايزين شوكيز بتاع بلبن. لو هم عملوا الشوكيز فانا عملت النونيز، ده طلع احلى من البوتيفور واخف من البسكوت. لا ومن نفس العجينه هنعمل اللي بالفانيليا والشوكولاته. هو انا حد يغلبني؟ وفري فلوسك وهاتي كوبايتين دقيق ونص كوبايه سمنه واعملي لاولادك كوكيز يكفيهم طول الاسبوع. رهيب بجد، هيعشقوه وكل يوم منك هيطلبوه. انا ندمت ان عملته. في البوله بقى هحط ايه؟ نص كوبايه سمنه ساقعه ونص كوبايه سكر بودر. استخدمي زبده، تقدري تستخدمي زيت بدل السمنه، بس بالسمنه البلدي كده الروايح بتبقى عالميه. الله على سمنتك يا مدام دينا، دي سمنه زبده حكايه يا جماعه. صفحه زبده حكايه، اللي عايز يجيب سمنه ويخزن يقول لي تحت وابعت له اللينك. هبتدي كده اضرب في السمنه والسكر لغايه اما ايه السمنه تفتح كده والسكر يدوب تماما. بعدين هنزل ببيضه كامله وصفار بيضه. بصوا بقى ده هيخليه كده هش زي البوتيفور. واحط كمان شويه فانيليا بودر. تقدري تضربي بالمضرب السلك العادي، بس انا ايه يعني انتوا عارفين الدنيا شتاء والواحد مش عايز يبذل مجهود كتير فاستخدمت المضرب. المهم اضربي بقى في السمنه والسكر والبيض لغايه ما يبقوا كريمه كده. بعدين هننزل بكوبايتين الا ربع دقيق ومعلقه بيكنج باودر صغيره. بصوا بقى وهنبتدي نلم العجينه بالشكل ده. زي ما قلت لك خلي السمنه والسكر والبيض كريمه كده قبل ما تنزلي بالدقيق. وبعدين لمي. مالها يا مريانه عجينتك كده طريه؟ هقول لك دي عجينه طريه زي صاحبتها طيب انا قصدي اخليها طريه كده. اذا كوبايتين الا ربع دقيق هيديكي مقدار ايه؟ عجينه طريه. ليه بقى؟ لاني هقسم المقدار وهحط على النص معلقه كبيره من الكاكاو الخام، والناحيه التانيه هنزود معلقه تانيه من الدقيق، وهنقلب كده. لقيناها لسه طريه وبتلزق يبقى هنحط ايه؟ معلقه كمان من الكاكاو الخام، بس ما تكتريش، يعني هي المفروض ايه بتبقى طريه شويه لكن ما تلزقش. بعد كده المقدار اللي بالفانيليا، بصوا ما زودت له معلقه الدقيق خلاص ظبط معايا. بتزودي معلقه معلقه. شايفين ما شاء الله الكوكيز ناجح ازاي؟ مفيش اي تشققات ولا حاجه. حد بقى كده فزلوك هيطلع لي ويقول لي بقول لك يا مريانه مش ده الكوكيز، هقول له خلاص اعمل لك ابو زبده وسكر بني وشوكولاتات مش عارفه ايه. خلاص انت حر، عايز تعمل الكوكيز الغالي اعمله. انما احنا على قدنا كده بنلمها بنص كوبايه سمنه وكوبايتين دقيق، وده طبعا جميل جدا وده جميل جدا، بس ده كوكيز اقتصادي. مش هقولك كوكيز افران لان بتوع الافران بيعملوه طبعا بالزبده المارجرين والزيت، انما انت في بيتك عملتي حاجه تحفه. طيب نتكلم بقى في التسويه. بعد ما رصيته في الصاج، طبعا ما بتدهنيش الصاج خالص، بيدخل الفرن يا جماعه يمكن 12 دقيقه مش 15 دقيقه كمان. خلي بالك والنار عندك تكون شغاله من تحت بس، وتحطي الصاج اعلى حاجه في الفرن. بتسيبيه بالظبط كده يعني ربع ساعه بالكتير، وتبصي كده تلاقيه خد لون ذهبي من تحت. حتى لو من فوق مازال طري عادي جدا، بينشف طبعا بعد ما يخرج. المهم اول ما ياخد ذهبي من تحت تشيلي على طول. زي ما قلت لك مش هيكمل 12 دقيقه على درجه حراره 180. بقول لكم بوتيفور على ايه؟ خفيه بسكوت. احلى كوكيز. شوفي بقى بيتباع ما شاء الله دلوقتي التجاره بتاعته القطعتين ب 10 جنيه. شوفي بقى انا هعمل قد ايه. الف هنا وعافيه.